السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بقناتي. عدنا والعود أحمد إلى كما راكم تشوفوا اليوم وصفتي. أنا عجبتكم فطائر لذيذة جدا جدا، كي نقول لكم لذيذة جدا، لذيذة وخفيفة. جربوها جربوها برك. شوفوا ما تنشبعش كما يقولوا، خفيفة وما تنشبعش. هذه وصفتي نهار اليوم. حنا نروحوا للمقادير بإذن الله. نبداو على بركة الله. بسم الله. نروحوا للمقادير. هنا انا درت لكم كاس تاع حليب. انت المقدار الكيله اللي تحبي يا اختي تكيلي بها كيلي، ما كاش مشكل. زدت معاها مغرف كبيره تاع خبز، خميره الخبز، زدت معاها الملح، خلطتهم حتى دوك الحبيبات تاع خميره الخبز ذابوا في ذاك الحليب. الحليب طبعا يكون دافي باه تتفاعل ديك الخميره. نخلطو مليح. هنايا زدت مغرف سكر، نسيتها ما قلتها لكمش، مع هذا الخليط. وزدت كاس تاع اتاي صغير تاع زيت. تديري ربع كلي تخلط هذاك الكاس اللي تعبري به، ديري ربع فقط بزاف يا كافي. نخلطهم مليح، نخلطهم مليح. دوك الحبيبات كامل، السكر، الملح، الخميره، ينحلوا في ذاك الحليب يكون دافي طبعا كما نقولوا. نعاودوه. هنا زدت الفارينه اللي ما كنتش ناخلتها من قبل، راني ناخل فيها قباله نصير فيها على الخليط. نخلطو هكذا. طبعا خلطي دخلي ديك الفارينه في ديك السوائل هكذا، غير بشوي ضيفي حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. انا هنايا العجينه طارت لي كي لميتها راحت لي العجينه. ما صورتهاش، كانت الكاميرا طافيه ونحسب اني نصور وما راحتليش. مهم لميها حتى تحصلي على عجينه ماشي يابسه، طريه ومتماسكه. هنا درت انايا الحشو اللي حنحشي فيه. هنا بصل قطعته رقيق رقيق، درت له الزيت، درت له الملح، زدت له حبه جزر مرابيه، نذبلهم مليح في هذاك الزيت هكذا حتى يذبالوا لي، نشوفهم شغل يصفاروا خضاو اللون الذهبي. من بعد كنضيف عليهم درت التوابل، درت فلفل كحل، درت عكريت، درت شويه راس الحانوت هكذا. خلطي. انا حندير التوابل هنايا. هنا الطماطم نديروها. طبعا الطماطم مرابيه، انا ربيتها. هنا دايره فلفل كحلاوي يبان لك الهيه. زدت العكري ونزيدو. شوفي كي التوابل لو درتي شويه كركم، انتي التوابل اللي تحبيها ديريها. انا معظم التوابل ندير غير فلفل كحل والعكري، هذا طيابي به، ما نحبش هذاك التوابل بزاف. دخلتهم خلطتهم مليح مليح، دبالو حمارو. هنا خليتها شويه تقلات هذيك الطماطم، وزدت لها المغرف حار. هذا حار انني خدمته مطحون. زدته خليته شويه تشوح مع ديك الطماطم عفوا. خليتهم يتشوحوا ونطفي عليهم. ولا هنا درت شويه لحم تاع الدجاج، سكالوب تاع الدجاج مطحون. درت التوابل، فلفل كحل، ملح، كركم. خليتهم يدبروا كما قلت لكم. العجينه انا ما وريتها لكمش كي لميتها، خليتها حمارت كما تشوفوا هنايا. خميره عجينتي خمرت ما شاء الله. دوكا نقسمها الى بوتيت بول هكذا، كل وحده على حسب السنيوه تاعك. انتيا شوفي السنيوه شحال تقيس لك وقطعي هذول بول. انا لهنا درت 4 هكذا، شكلتهم هكذا، حطيتهم بجهه. نبدا نحل بالوحده. بديت تحلي بالبوله واحده هكذا. حليت هذه، حليها وما تكثريش الفرينه كي تبداي تحلي. حبيتي تحلي بالمايزينا حلي بتساعدك في الحل، ترققها لك المايزينا. انا حليت هنا غير بالفرينه وما تكثريش بزاف، غير تكثري تخسري ديك العجينه اللي تكون خفيفه، ما تبداش خفيفه. كتزيدي لها هكاك شغل، كتزيدي لها في الفرينه كتكثري لها. ما علينا. دوكا نحلوها رقيق كما قلت لك، قد ما تقدري حليها رقيق هكذا. وهي العجينه خليها شويه متماسكه باكي تحليها ما تخسر لك. وانا لهنا هكذا. ونزيدوا عليها، درت لها لهنا الزبده عفوا. ومن بعد كي حليتها رقيق درت لها الزبده مانيش مذيبتها، غير هكذاك ماشي ذايبه، غير هكذاك طريه. حليتها لها كاع رقيقه، ما تكثريش الزبده.
وطويتها كيما راكم تشوفوا، طويتها هكذاك ورحت وضعتها في الثلاجة باش تشد روحها هذيك الزبدة شوية، تشد روحها ما تبقاش هكاك دايبة. كي نحلها تجيني ساهلة. جبتها هنا من الثلاجة، نعاود نحلها كيما قلت لكم، نحلها رقيقة. ولا انا هذاك الحشو اللي طيبت هذاك البصل بالطماطم وطيبت هذاك الفيونداجي، انا عاودت خلطتهم مع بعض، ما درتش كل حاجه وحده، كل وحده وحدها، خلطتهم كامل دخلتهم في بعض وراني ندير فيهم هكذا. خير من نحط الطوماطيش وحدها ومن بعد كنزيد هذاك اللحم. لا انا خلطتهم هكا، دخلتهم مليح مع بعض. حبيتي زيتي الزيتون زيتي. المهم انتيا اختياراتك. انت الحشو ما هكذا ديري، حبيتي تحشي حشي. نفرشوها كامل على هذيك العجينه هكذا وخليها اي هكذا كما طبعا هكا فرشيها كامل. ومن بعد كنضيفو فوقها الفرماج رابي، فرماج اي نوع ماشي شرط نوع محدد، انا درت رابي وخلاص. هكذا فرشتو كامل فوقها. ها وينه ونقولكم صح. وصفه هايله، انا عجبتني وعجبت ولادي، وسورتو كي كان طيبيها الصباح وتاكلها عشية علامة. كي نقول لكم علامة لذيذة بزاف. كيما في رمضان وجدوها الصباح وعشية فطروا بها. هكذا درنا الفرماج كامل درتولها. دوك نعاود نغطيها، نطوي عليها هذيك هكذا. انا حليت على البابيكون، على الورق هكاك، حلي على ورق الطبخ هكذا بيساعدك بالعجينه كي تجي تطويها ما وترفديها ما تخسرلكش، تبقى شاده روحها. هكذا طويتيها سقديها مشي هذاك الحشو كامل في ديك العجينه هكذا وغرقيها مع الاطراف مليح هكذا، مع الاطراف غرقيها. وانا نشعله هنا الكوشه، طبعا انا شعلتها وراني منقصت لها ماشي بزاف باه ما تسخنليش بزاف، غير نديرهم ينحرقوا. طبعا راني معدلتها. ولا هنا كملتهم غلقتهم درتهم هنايا فوق الورق الطبخ. طبعا الا هنا نجيب حبه بيض مع شويه حليب، نطليهم من فوق ندهنهم هكذا. وزينيهم باي شيء عندك. انا زينت زوج بالسانوج وهذو ما زينتهمش، انا ولادي ما يحبوش السانوج، هذا درتهم لولادي ما يحبوهش، درتهم لهم هكذاك بدون تزيين. وزوج اخرين زينتهم ونقسمهم هنايا قبل ما يدخلوا الكوشه، نقسمهم انايا. ماشي تقسمي الحبه كامل حتى تنفصل على اختها، لا قسمي غير الفوق هكذا، جوزيها غير الفوق هكذا هكذا غير فوق. محسوب الطبقه التحتانيه تبقى شاده هذيك الطيب، وعاودي تبعي هذا الخط المهم الفوقاني قسمي ما ينتفخولك ما والو، كتقسميهم هكا يجيو شابين ويجيو شادين على شكلهم. لو كان تخلي ما تقسميهم تنتفخ لك باش راهي فيها الخميره. هكذا وهكذا وهكذا قسميهم حبات صغار يجيو شابين خير من الكبار. كيما راك تجيبي مثلثات هكا. نروحو حنايا دوكا شنديرو، ندوهم للفور يطيبو، وبعد اللي يطيبو نجيبوهم. ها وين جابوهم؟ جبتهم انايا راني نقصر فيهم، هم سخونين وانا نقسم فيهم. شغل يخصبني الوقت ما وجدتهمش بكري. هكذا وهذه وصفتي كما راكم تشوفوا، وصفتي راهي واجده، راكم تشوفوا في لون غير الشكل تاعهم لونهم راهي شاهي، بلا ما نقولكم على المذاق تاعهم، مذاقهم فور بزاف. هكذا نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وكما نقولوا عواشيركم بالصحة والهنا. رمضان يدخل عليكم رمضان بالصحة والهنا، والعواشير بالصحة والهنا، وتجوزوه مع العائلة تاعكم بصحة وهنا. وإلى اللقاء، وإلى ملتقى جديد. إلى اللقاء.